كفتة الرز، مقادير مظبوطة وبطريقة سهلة جدا. شايفين شكلها؟ يلا ندخل على الطريقة. النهاردة انا استخدمت نص كيلو لحمة جملي، بس ممكن تستخدموا لحمة بقري عادي. بصلاية متوسطة، خضرة عبارة عن شبت وكزبرة وكمان توم، ونص كيلو دقيق رز جاهز. فرمت اللحمة، طبعا تقدروا تستخدموها مفرومة او تجيبوها مفرومة على طول. وبعدين فرمت البصل مع الخضرة مع الثوم، فرمتهم ناعم، وبعدين نزلت عليهم بدقيق الرز. هبدأ ان انا اخلط المكونات كلها مع بعضها، وهضيف التوابل عبارة عن ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود، وكمان رشة من البهارات المشكلة. عجنتهم كويس قوي مع بعض، وفرمتهم تاني مرة في الكبة على مراحل. وبعدين جاهزة معايا هي، شايفين شكلها. هبدأ ان انا اخد كده شوية من الزيت واشكل الصوابع بتاعة الكفتة بالشكل ده. هتطلع معايا مظبوطة على طول. ويا جماعة استخدموا دقيق رز، اسهل لكم واسهل ما تقعدوا بقى تغسلوا الرز وتنشفوه وبعدين تطحنوا. دقيق الرز الجاهز بيسهل عليكم جدا. كده تمام، جهزت صوابع الكفتة. هبدأ ان انا اقليها في زيت غزير، زي ما هتنزل في الزيت زي ما هتنزل في الصلصة، ولا هتفك ولا هتنفش ولا هيحصل لها اي حاجة. شايفين شكلها؟ ولا حتى هتكش. شايفين بقى شكلها ولونها مظبوطة جدا. واي حاجة يا جماعة بنقليها بنطلعها على شبكة او على مصفى، مش بنطلع خالص على مناديل المطبخ. الشبكة بتخلي الحاجة تصفي وتتهوى احسن من مناديل المطبخ. لو عايزين تخزنوا الكفتة بتخزنوها وهي متصبعة قبل ما تتقلي، بس مهم ان انتوا تغلفوها كويس قوي علشان ما يدخلهاش اي هواء. بتطلعوها تقلوها وهي متجمدة، بتبقى معاكوا زي الفريش بالظبط. ولو مكملين معايا الفيديو، عايزاكم تسيبولي رأيكم في كفتة النهاردة في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كده تمام، قليت الكفتة. هبدأ ان انا اعمل لها بقى الصوص. شايفين الاول شكلها من جوه؟ ولا شاربة نقطة زيت ولا فكت ولا حصل لها اي حاجة. حطيت بقى كمية من الزيت، ونزلت ببصلة كبيرة كده متقطعة مكعبات صغيرة، حمرتها لحد ما خدت اللون الذهبي. بعدين هنزل بمعلقة من الثوم المفروم. انا بعمل الصلصة بتاعت الكفتة بالبصل والثوم. قولولي انتوا بتعملوها ببصل بس ولا بثوم بس ولا بالاتنين زيي؟ تمام كده، شوحت البصل والثوم. بعدين نزلت بمعلقة من صلصة الطماطم الجاهزة، علشان لون الطماطم الجاهزة او الطماطم الفريش عندي مش احسن حاجة. نزلت كمان بمكعب مرقة لحمة اختياري. هنزل بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط مع رشة سكر. هبدأ ان انا اسيبهم يغلوا على النار مع تقليبة خفيفة من وقت للتاني لحد ما تقصر كده وتتسبك. هديلها بقى الملح والفلفل وشوية من الكمون. هظبط القوام، لازم في الاول تبقى خفيفة لان طبعا لما الكفتة هتغلي فيها الصوص ده هيتقل. نزلت بالكفتة، هسيبها تغلي حوالي 10 دقايق، وزي ما هتنزل زي ما قلتلكوا في الصوص زي ما هتطلع. ولا هتنفش ولا هتتغير ولا هتفتح ولا يحصل لها اي حاجة. كده الكفتة جاهزة معانا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد على خير.